جندي جوي بري بحري إلى السلاح إلى الكفاح، ضع يدك في يدي إلى العدو لنفتك صدره بخنجر من حديد. شعارنا الله الوطن الملك، الشعار ديالنا الخالد الله الوطن الملك. سوف نبسط أرضية للنقاش حول ما أثير في الآونة الأخيرة حول التدخل المغربي لتطهير منطقة قندهار. أحبائي الأعزاء، رجعنا للتطبيق ديال جوجل ايرث ولا جوجل ماب، غادي نلاحظوا أن هذه الحدود المغربية سواء الجنوبية أو الشرقية، المغرب بنى بالجوار ديالها على عمق ديال 5 حتى 6 كيلومترات الجدار الأمني العازل اللي حسمت المناورات العسكرية ديال الجزائر وعصابات البوليزاريو، وحصرهم في واحد النطاق ضيق كما تلاحظوا معايا أحبائي الأعزاء. هذه الحدود الجنوبيه الموريتانيه، وهذا هو الشريط العازل اللي كنهضروا عليه ولا الشريط الامني العازل اللي بين كل تكانه وتكانه تقريبا 2 ديال الكيلومتر، وترصدت ليه امكانيات خارقه وامكانيات هائله. والحمد لله بفضل هذا الشريط العازل تمكنا اننا نضيقوا الخناق على عصابه البوليزاريو والتمدد ديالها في الصحراء المغربيه ومن وراءها دوله الجزائر. ولكن احبائي الاعزائي، مؤخرا المنتظم الدولي او المنظمه الامميه اللي المفروض فيها تكون حياديه وترعى مصالح المغرب كما كترعى مصالح الجزائر وعصابه البوليزاريو، اقامت الدنيا واقعدتها وقالت لك في هذه المحاوله ديال تطهير هذه المنطقه ديال قندهار او لما يصطلح عليها بالحفره اللي فيها كينشط فيها التهريب وعصابات تهريب الاسلحه والمخدرات وتزييف العمله والاتجار في السيارات المسروقه اللي جايه من اوروبا وكتمر وكتدخل لهذه المنطقه في اتجاه موريتانيا. المغرب باش قام بالواجب ديالو ودخل باليات مدنيه فقط الناس ديال الجمارك والناس ديال الامن هما اللي دخلوا على اساس انهم يطهروا هذه النقطه من هذه البقايا ديال هذه السيارات. كيف ما تلاحظوا معايا احبائي الاعزاء على هذه الخريطه، عصابه البوليزاريو والجزائر والامم المتحده ناضوا كيغوتوا حقا المغرب اخترق الجدار العازل، حقا المغرب دار، حقا المغرب. اسيادنا هاد الناس راه هادشي كنشوفوا فيه الظلم والحيف. قبل ما تشوفوا هاد النقطه اللي المغرب تقريبا العمق ديال 1 كيلومتر ولا 600 متر باش يخرج على الجدار العازل باش يطهر هاد النقطه وينقيها ويعبد الطريق اللي ان شاء الله 7 ديال الكيلومترات غيتم التعبيد ديالها والاستصلاح ديالها امام المسافرين ونقل البضائع في اتجاه موريتانيا. وموريتانيا الحمد لله لقيتي المغرب داير فيك الخير. ما علينا سيادنا. قبل هادشي كامل الامم المتحده كان عليها تشوف السياسه اللي كتنهجها عصابه البوليزاريو في نقطه تيفاريتي. احبائي الاعزاء غادي نبحثوا عليها تيفاريتي. هاد النقطه احبائي الاعزاء كتجي في الشريط العازل اللي خلاه المغرب بين الحدود الرئيسيه ولا الحدود الفعليه والجدار الامني. كما تلاحظوا معي احبائي الاعزاء، هاد تيفاريتي هاد النقطه اللي جات فيها ها فين جات، ها الحدود المغربيه بهذا الخط الصفر. تيفاريتي هنايا تقريبا لا عبرنا شحال ديال العمق، شحال من كيلومتر بينها والحدود تقريبا 17 كيلومتر. هاد النقطه احبائي الاعزاء كتجي في الشريط العازل في الجهه الشرقيه تيفاريتي كما كتلاحظوا معايا احبائي الاعزاء. هاد النقطه احبائي الاعزاء عصابه البوليزاريو كتجي من تندوف كما تلاحظوا معايا وكتجي لهنا وكتقوم وكتنظم مجموعه من الاحتفالات السنويه، بالعكس عمدات الى انشاء مدارس ومستشفى ميداني في هاد النقطه في تيفاريتي احبائي الاعزاء. كما تشوفوا كيف ما لاحظتوا معايا احبائي الاعزاء، هذه هي تيفاريتي كتقوم عصابات البوليزاريو ببناء المستشفيات المدارس، يعني سياسه الاعمار كتنهجها في هذه المناطق العازله اللي كتعتبرها هي حسب التصور ديالها حسب الوهم اللي كتامن به ان هذه اراضي محرره. للاسف احبائي الاعزاء، وانا من هذا المنبر كنطالب من فعاليات المجتمع المدني ومن خلال هذه الفعاليات ديال المجتمع المدني المجتمع والشعب المغربي باش ننظموا ان شاء الله مسيره سلميه لهذه المنطقه ديال تيفاريتي الموجوده في هذه الصحراء الشرقيه اللي اصلا تابعه للمغرب ومغربيه، ونسترجعوها من المغتصبين من الناس اللي كيلوثوها. هذه اراضي مغربيه موجوده في الشريط العازل اللي تابع التراب المغربي. علينا احنا كمغاربه ننظموا مسيره ان شاء الله باذن الله لهذه النقطه ونحيدوها لجبهه البوليزاريو اللي كتزعم انها كتوقع ضمن الاراضي المحرره، ونحيدوها لعصابه البوليزاريو اللي كتكلم ابواق ديال الجزائر وكتقول لك هذه مناطق محرره، ونمنعوهم على الاقل باش انهم ما يديروش سياسه الاعمار وفرض سياسه الواقع في هذه النقطه. احبائي الاعزاء، ما كرهناش تكون هذه المسيره هي المسيره الثانيه من وراء المسيره الخضراء وتكون سلميه ونهائيه، ونستردوا على اثر هذه الاراضي الغاليه علينا ونردوها لحظيره الوطن ونضحطوا المزاعم ديال البوليزاريو، وكما قلت لكم نلجموا السياسات التوسعيه ديال الجزائر في الصحراء الشرقيه ديالنا. احبائي الاعزاء، هذه اراضي مغربيه خصنا نسترجعوها، وكما قلت لكم نسدوا الابواق ديال الافواه ديال البوليزاريو اللي كتكلم غير على التفاهه كما عوداتنا. هذه المنطقه ديال تيفاريتي وبير الحلو عصابات البوليزاريو بشكل سنوي دابا سياسه الاعمار، بناء المستشفيات، بناء المدارس، وبشكل سنوي كيديروا احتفالات رسميه في هذه النقط. ومؤخرا كانوا استقبلوا البوكيمون في هذه النقط اللي الشيء عبر عليه المغرب عن السخط ديالو وعن الرفض ديالو لانه ما التزمش بالحياديه وجا لهذه النقطه واستقبلوا في هذه النقطه العازله. من ناحيه اخرى، من الناحيه الامنيه الحمد لله عندنا جيش مغربي ملكي حر ابي كنثقوا فيه، وغادي ان شاء الله يوفر لنا غطاء جوي وغيوفر لنا الحمايه الميدانيه في حاله الى دخلت العصابات ديال البوليزاريو والفئران ديال البوليزاريو. كونوا على يقين ان الجيش المغربي غادي يصفيها من قبل ما يتحركوا ويساليها معاهم
راه هذوك الناس راه فيهم غير اللوغو والهضره والشفوي والهضره الخاويه كما قلت لكم. احبائي الاعزاء، اما من الناحيه التقنيه الا بغينا ننظموا هذه المسيره فالامر جد سهل. كل ما غيطلب الامر احبائي الاعزاء هو التجمع في مدينه السماره اللي ما كتبعدش تقريبا كما غتلاحظوا معايا. مدينه السماره على تيفاريتي كتبعد 126 كيلومتر، يعني بحال مشيتي في دويره وجيتي. احبائي الاعزاء، يكون تجمعات في مدينه السماره ونعتمدوا على السيارات الرباعيه الدفع، ويكون تحرك جماعي، ونعتمدوا على نظام تحديد المواقع GPS. والحمد لله دابا موجودين الخرائط وموجود الوسائل التقنيه اللي غتوفر لنا التحرك. 126 كيلومتر ماشي حاجه كثيره، راه غير لا كانت واحد 50 سياره حتى ل 60 سياره راه ان شاء الله ندخلوا لهذه المنطقه حنا مدنيين ونحروها ونجريو على هذه العصابات ديال البيزات ونخس بهم ويطيرهم ونمرقوهم من تيفاريتي ونطردوهم للجهه اللي كتويهم اللي هي الجزائر واللي كتوفر لهم الدعم. احبائي الاعزاء، ما خصناش نفرطوا في بلادنا. تيفاريتي كيلبر الحلو يجي موسخ ديال الخلا بحال بوكيمون ويبدا يضحك علينا حنا هنايا ويستقبلوه ويخصوا ليه استقبال. راكم شفتوا كل شيء في الاعلام وشفتوا هذا. لذلك نتمنى والحلم ديالي انه تنظم مسيره لهذه النقطه وباقي النقاط على شكل سيارات رباعيه الدفع توفر لنا غير قرعه ديال الماء ونمشي نجيبوا دويره ونجيو. راه الامور جد سهله بسيطه، راه ما فيها حتى شي حاجه وما كاينش اللي يحبسنا مادام حنا هذه ارضنا وهذه بلادنا وكنامنوا بالمغربيه ديالها. كنتمنى من كل قلبي تنظم مسيره سلميه مصغره لتيفاريتي والبير الحلو ونطردوا العصابات البوليزاريو. راه ان شاء الله غير يكون غير الخير، ونتمنى ان شاء الله في القريب العاجل هاي المساله توصل لعدد كبير من خوتنا المغاربه ويفكروا في هذه المسيره السلميه، وان شاء الله ننظموها ونمشيو ونقولوا لهم هذه راهي اراضي مغربيه ونرفعوا العلم الوطني في تيفاريتي والبير الحلو. ما ننتظروش الاجهزه الرسميه باش تحرك. احنا كفعاليه مجتمع مدني خاصنا نتحركوا ونثيروا هذه القضيه للراي العام باش يعرف انه راهو خالقين بيزات وراهم خالقين الناس يديروا شي ما هو معقول في هذه المناطق العازله، في هذه المناطق اللي خلاها المغرب باش يتفادى الاصطدام مع الجيران. دريك راهم يستغلوها ويعدلوا فيها داك الشيء اللي بغاو، وحنا مالنا راضيين ومالين يسكتوا. والى اللقاء وشكرا على المتابعه.